ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى هنعمل مع بعض كشري مصري. ولادي حكموا عليا اعمل كشري مصري النهارده، فانا قلت ايه اجهز الكلام ده، الطماطم والكلام ده قبل الفيديو عشان ما اخدش وقت واطول عليكم. انا خلصت الطماطم هضربها ماشي، وهرجع لكم عشان ما صدعكوش بقى بالخلاط والكلام ده. وبرده اهو قشرت البصل، وهعلمكم برده طريقه حلوه كده على السريع تعملوه ازاي بدل ما تعملوه على ايديكم. تمام؟ لان البصل بتاع الكشري المصري بيبقى عايزه يبقى رفيع كده ومقرمش، انما احنا لا، مش هيظبط معانا بالسكينه خالص. تمام؟ خليكم بقى معايا على اساس ان انا ايه هضرب الطماطم. خليكم معايا، هضرب الطماطم وهرجع لكم تاني. ضربت الطماطم ورجعت لكم تاني، وحطيت عليها قرن فلفل احمر، وكمان حطيت عليها فصين توم وهي بتتضرب. تمام؟ وكمان حطيت عليها بصلايه. انا بعمل الكشري المصري كده. هتقولي بقى ده ما ينفعش، لا مش عارف ايه، لا دي طريقتي. تمام؟ انا ضربت الطماطم اهو، هحطها بقى على النار تتسبك بقى. فانا بسم الله. بصوا، اكيد طبعا كلنا عندنا البتاع دي. تمام؟ انا بصراحه مش بستخدمها كتير، بس انا جربتها مره في البصل اهو. ولازم شرط وانتي بتعملي البصل ما تشيليش البتاع دي، عشان لما تيجي تعمليها كده ما تعملش معاكي، البصله مش تسيب معاكي. تمام؟ اهو يا جماعه، انا بخاف منها جدا على فكره، عشان السكينه بتاعتها حاميه جدا. تمام؟ ثواني بس عشان ايه امسك البتاعه دي. ايوه اهي. انا بطول لك الفيديو اهو يا ام احمد عشان ايه ما تزعليش. تمام؟ بسم الله. بصوا يا جماعه، بصوا انتوا شايفين المنظر ده جميل قوي. بصوا رقيقه ازاي وجميله، مش هتاخد منكم وقت خالص. انا قبل ما ابدا اعمل اي حاجه للكشري بعمل البصل. ليه بقى؟ اولا البصل بيعمل ريحه حلوه قوي في الشقه معلنا كده، بس البصل بياخد زيت كتير. وانت طبعا هتشتغلي في الاكل وكده، فهل ان انت مثلا هترمي الزيت؟ ما ينفعش. ما ينفعش بقى يتقلي فيه بعد كده بطاطس، يتقلى فيه بعد كده اي حاجه تانية، لا ما ينفعش خالص. خلاص، انا هشغل بقى معايا الطاسه بتاعتي. انا هنا حطيت الزيت اهو، ومش هحط على البصل دقيق ولا اي الكلام ده خالص. تمام؟ انا مش هحط على البصل دقيق ولا نشا ولا الكلام اللي هم بيقولوه ده خالص. انا هقول لك ازاي البصل بتاعك يبقى مقرمش من غير اي اضافات خالص. تمام؟ بس هنكمل البصل كده. خدي بالك وانت شغاله ايدك ممكن تتقطع من السكينه دي. تمام؟ انا بس قلت ايه اكمل البصل معاكم في الطاسه، ونتكلم كده واحنا شغالين. يعني عايزه اديكم بس فكره كده عن المكرونه اللي بجيبها اهي. بصوا، بصوا المكرونه دي يا جماعه اهي. بصوا، مش عارفه شايفينها ولا لا، والله انا عارفه. بصوا اهي، ثواني اهي. المكرونه دي انا بجيبها سايبه، انا ما بجيبش مكرونات من بتاعه بره، انا بجيب دي سايبه. الكيلو فيها حوالي 9 جنيه، كان ب8. تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت بس هنزل فيه البصل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم المكرونه دي بقى احلى من بتاعه بره كتير كتير كتير، وكمان النص كيلو فيها نص. يعني انتوا لو عيله ما شاء الله هتعملوا نص كيلو المكرونه هيكفي، يعني بيكفي 5 افراد وبيفيد كمان. التانية تقريبا عامله تقريبا سعرها دلوقتي 12 جنيه تقريبا. انا ما بجيبش منها، انا بجيب كل الحاجه بتاعتي فرق، ومن حد نضيف جدا ومعروف يعني. بص انا مش هكتر على الطاسه، انا وجعتني مش هكتر على الطاسه. تمام؟ هقلبها بس كده على خفيف اهو. انا اول ما ببتدي بعمل الكشري المصري بعمل البصل الاول عشان اخد الزيت واستفاد بيه، لان بعد كده انا مش بعمل كل يوم يعني كشري مصري. بعد كده مش هعرف استفاد بيه يعني. انا بقى هلحق البصل كده، هادي كده نجيب له مناديل. تمام؟ هطلعه انا على مناديل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش هحتاج ان هو يبقى اكتر من كده، يغمق اكتر من كده. هو بقى لما بيطلع هينشف اهو. بصوا، هو لما يطلع هينشف. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش بلمس الطاسه بالماسك اللي في ايدي ده يا جماعه. تمام؟ مش بلمسها بيها خالص. بسم الله الرحمن الرحيم
هحط انا بقى الايه بقيه البصل كده. هبقى اخدكم كده في جوله في الارض بتاعتنا. تمام. لسه بقى الفول الاخضر هيطلع والكلام ده، واحنا ان شاء الله زارعينه يعني عندنا، فان شاء الله هاخدكم كده معايا واحنا رايحين نجيب الفول الاخضر من الارض. صراحه الجو جميل جدا، وعايزه اقول لكم يعني انا ما بشمش نفسي فعلا الا هنا. يعني انا لما بروح عند بابا وبرجع بحس ان انا كنت في غربه، والحمد لله دي نعمه من عند ربنا والله. الحمد لله. انا كده هكمل البصل اهو. بما ان عندي يعني محل ادوات منزليه، بس انا مش يعني بصراحه ما دام عندي الحاجه مش بحب ان انا ارميها واجيب غيرها، حرام يعني، ده تبذر. لو الحاجه مثلا مش عندي ماشي، ايه المشكله اخدها، لكن عندي واروح اجيب حرام، لا حرام بجد يعني. بسم الله. هو البصل ما بيلحقش لان هو رفيع جدا والزيت حامي. تمام. انا مش بحط دقيق ولا الكلام ده عشان دقيق طبعا يبقى احنا الرجيم بتاعنا باظ، واحنا استغفر الله العظيم يعني عايزين نحافظ عليه. بسم الله. انا مش عارفه الكاميرا كده جايبه تمام. معلش سامحوني، انا مش بعرف ان انا اصور قوي. انا هحمر الكميه دي وهرجع لكم تاني. انا كده خلصت البصل اهو. اهو انا كده خلصت البصل اهو. تمام. من غير بقى ما تضيف عليه حاجه والكلام ده. بصوا عايزه اوريكم حاجه برضو. بصوا اتكسر اهو، اتكسر. سامعين الصوت ده؟ بصوا عامل ازاي. فمن غير بقى ما تضيفي عليه مثلا دقيق والكلام اللي احنا بنعمله ده، لا 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 خالص يعني. وكمان عملت ايه هقول لكم بقى، عشان بس قلت انجز في الفيديو كده عشان ما اطولش عليكم. بسم الله. انا هنا اخدت شويه زيت من زيت البصل وحطيت فيه الطماطم. طبعا لسه ما بهرتهاش وما غليتش، اهي لسه هتغلي. تمام. هنا حطيت الميه بتاعت سليق المكرونه. تمام. وهقيد عليها كده. بسم الله. دي ميه سليق المكرونه. تمام. دي بقى بقيه الزيت اخدته عشان احمر فيه الشعريه. خلاص كده. بسم الله. انا طبعا مش هعمل الحله دي كلها عشان انا مش بحب الرز فيه كتير يعني. بسم الله. بصوا انا كده الشعريه الفرد اللي انا بجيبها اهي. تمام. بسم الله. ده نص كيلو، ده نص كيلو. تمام. نص كيلو عامل تقريبا 4.5. بصوا ما شاء الله تحفه يا جماعه والله، احلى من اللي بره 1000 مره. بس انا هحط حوالي ربع كيلو كده الزيت اللي احنا حاطينه ده. بسم الله. المكرونه دي برده من نفس نوع الشعريه، مش عارفه انا وريتها لكم صح. يعني انت لما تروحي مثلا عند الراجل وتقولي له انا عايزه مكرونه اللي هي بتاعت الاندومي، لان في مكرونه تانية غير دي تخينه شويه وبتاخد سوا وبتبقى ملخبطه كده في القعد يعني، فبتبقاش مظبوطه معاكي قوي. خلاص. انا كده هبدا ان انا اقلب ده بالشعريه. عايزه اغطي بس على الميه بتاعت المكرونه عشان عشان يعني تغلي بسرعه. بس هحط لها الاول ملح. تمام. بسم الله. بصوا انا بحب بعمل الكشري ده بصراحه يعني بيطلع طبق كشري تحفه تحفه تحفه. او انا هاخد حوالي نص معلقه ملح مع الميه اللي هتغلي. خلاص. وكمان الشعريه بحط لها شويه ملح صغيرين كده، وهحط ملح كمان للطماطم اللي هي بتتسبك، وهحط لها كمان البهارات دلوقتي. خلاص. بسم الله. على فكره الثوم اساسي يا جماعه في الكشري المصري، اساسي يعني للمبتدئين اللي هم لسه سوري، المبتدئين هم لسه داخلين المطبخ. الثوم اساسي والبصل. انا بتكلم للمبتدئين، انا عارفه ان في ناس ما شاء الله عندي يعني يعني ما شاء الله عليهم طبخهم جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. هشوف انا بس غطا للحله دي عشان اغطيها، وليكن ده مثلا ماشي حلو عشان
الغطا بتاعها بتاع الطقم دوت الغطا بتاعه متشال. تمام. للاسف انا جيت اركب له مقبض يعني للغطا وكده، فما نفعش لان هو ما فيش جواه مسمار. يعني اذا كده الغطا مع السلامه. يلا خير. عامله لكم تشكيله اهو، حله جرانيت، حله ستيل، حله ألمونيوم عشان ما تزعلوش. بصوا يا جماعه، انا بحب اطلع على طبيعتي، ما بحبش ان انا يعني ايه ابقى يعني اروح اجيب بقى حاجات غاليه ومش عارف ايه عشان ان انا اصور والكلام ده. لا، كلنا عندنا الحاجات دي في البيت، انا ماليش دعوه بحد، كلنا عندنا الكلام ده في البيت. يعني اللي عندها مثلا حله مثلا مختلفه، مثلا يعني نوعها مختلف عن حله تانية، مش هتطبخ في دي. لا، انا هفضل اقلب في الشعريه كده اللي عندنا تاخد لون ذهبي غامق كده، زي ما انا كنت عامله معاكم رز بالشعريه. احنا بنحبها لونها غامق يعني. وكمان جهزت حوالي كوبايه رز من بتاعنا نقعاه. الشعريه بدات تاخد لونها. بصي، عايزه تظبطي رزك، الرز الاول قلبيه او اديله مثلا زي ما مثلا الناس اللي هي بتعمل رز حبايه وحبايه بتقلبه الاول في الزيت. لا، في ناس بقى تروح جايه مثلا تقدح الزيت جامد وتروح حاطه الميه. ده غلط يا جماعه، ايه اللي انتوا استفدتوه؟ يعني انا ده غلط، انك تفاجئي الزيت اصلا بالميه، ده غلط. انا ما بحبش الموضوع ده خالص. تمام. انا بس بقلبها. وعلى فكره شويه الملح اللي احنا حطيناهم عاملين شغل برضه اهو. هم اللي عاملين البكبكه اللي انتوا شايفينها دي، مع طبعا اللهم صل على النبي، انتوا نسيتوني اساسا. مع طبعا الزيت بتاع البصل. تمام. بس انا هفضل اقلب فيه كده. لا لسه ما غلاش، يغلي اهو. بسم الله. عشان بقى ننزل المكرونه. ونسيت اقول لكم كمان، بصوا هحط مكرونه منتي كمان. بصوا المكرونه دي انا جايبها برضو من عند الراجل اهي. ده حوالي ربع كيلو، بس انا مش جايبه ربع كيلو يعني، انا كنت عامله قبل كده وفايض منه. تمام. يعني انا عندي ولاد بيحبوا الكشري المصري، بيحبوه متنوع شويه في المكرونه اهو. بصوا دي المكرونه اللي هي السوسته، بس دي جميله قوي، بتبقى جميله قوي في الطبخ يعني. انا سبتها في كيسها عشان اوريها لكم يعني. بصوا الشعريه بدات تاخد لون ما شاء الله اهي. مش عارفه شايفينها كده؟ شايفين الشعريه؟ انا بحاول اظبط لكم الكاميرا والله اهو. بس انتوا عارفين ان انا ما شاء الله عليا، الله اكبر عليا، الله اكبر عليا. فاشله في المونتاج وفاشله في التصوير كمان، بس عادي يعني، عادي، انتوا اخواتي يعني. بس بتمنى بقى من كل واحده دخلت شهدت كده وجريت بسرعه، ادخلي بقى اجبري بخاطري كده واعملي اشتراك. تمام. وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكومنت حلو زي كده شجعيني. وعايزاكي كمان تعملي لايك، ده فضلا وليس امرا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى عشان هنزل بقى انا بالرز بتاعي، بالرز. وكمان هحط العدس، لان انا نقع العدس من حوالي يعني بقى له 4 ساعات كده او 5 في الميه. يعني قلت اما اخلص شغل البيت وشغل المطبخ يكون العدس ايه اتعمل. عشان انا لما بسلقه العدس اصلا بيسيب القشره بتاعته، وبيبقى شكله مش حلو خالص، وبيبقى طعمه يعني بيدي طعم مش حلو. لا، هو لما بيتنقع بيفضل بقشرته، وكمان بيظبط في الرز جدا. بصوا انا عايزه اقول لكم، بصوا الشعريه اهي. بصوا يا جماعه، اكيد يعني شايفين لونها. انا عايزه افتح الشباك ده كده ينور. بسم الله. ما شاء الله نور اهو. على فكره المنظر هنا جميل قوي من الشباك. هوريكم انا حمايه معلق على الارض. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل انا بقى كده ايه الاول بالعدس. تمام. انا نزلت بالعدس اهو. بسم الله. هقلبه بقى في الشعريه كده، وانزل عليه بكوبايه الرز اللي انا عاملاها. ماشي. اغسله كده واقلبه في بعض الاول. هنزل انا بقى عليه بالرز كده. بسم الله.
حلو قوي الاسباتيول ده يا جماعه، او المعلقه السيليكون يعني، اللي هي المسطحه دي انك تاخدي الرز كده من الطبق. وكمان لما تكوني شغاله في الكبه ولا الكلام ده، ما شاء الله يعني مش بتخلي الهواء، يعني ما شاء الله عليها. شوفوا مش مخليه الهواء بصراحه بالطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقلب انا كده بقى الرز بشعريه، الرز مع الشعريه مع العدس. تمام اهو. انا مش مكتره رز لان ولادي مش بيحبوا اصلا الرز على الكشري المصري، هم عايزين ياكلوا بس مكرونه وصلصه وبصل. انا مش عارفه ولادي دول ماشيين عكس الناس يعني، ربنا يهديهم. هحط انا بقى حوالي كوبايه ميه او كوبايتين، ومش هكتر. ليه بقى؟ لان العدس اخد ميه، وكمان لو انا حطيت له ميه زياده هيعجن، فهيبقى واحد على ما اعتقد كده هياخد 3 كوبايات. 2 3. تمام. هبدا انا بقى اظبط الملح بتاعه. هحط له بقى شويه الملح عشان ايه الدنيا تظبط كده معانا. انا كنت حطيت شويه في الاول. تمام اهو. مش بس الكاميرا بتتهز. على فكره الميه بتغلي من ساعتها وانا مش واخده بالي. بس يلا هنزل بالمكرونه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل انا كده بالمكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نزلت بالمكرونه اللي هي السوسته دي الاول عشان تمسك المكرونه دي بقى معايا كده وتبعدها عن بعضها. تمام اهو. شوف بس الغطا بتاع الحله. بسم الله. انا ناسي كل حاجه، ما علينا يعني، ما علينا. احط الاول بقى معلقه الكمون للصلصه. كمون اهو. انا بحب الكمون قوي عليه على فكره. تمام. لان الكمون اساس الكشري المصري. وكمان حاجه بسيطه كده فلفل اسود. تمام. في ناس ما بتشجعش الفلفل الاسود في الاكل، بس انا بحبه يعني، ده حسب راحتك انتي. طبعا هتقولي لي التوم فين ومش عارف ايه والكلام ده. انا هوريكم بقى التوم انا هعمله ازاي، لان انا مش بعمل التوم في الاول مع الطماطم كده. بصوا بقى يعني حبه حلوين كده بقى توم باودر. تمام اهو. وكمان حبه حلوين بصل باودر. خطيره ريحتها تحفه قوي، ريحتها جميله قوي قوي يعني. بسم الله. وانا كده حطيت كل حاجه على الصلصه. انا مش هحط شطه يا جماعه، انا مش كيفين شطه قوي، بس يعني ايه احط حاجه بسيطه ممكن. بسم الله اهو. حاجه بسيطه خالص شطه اهو. في ناس بتعمل الشطه بره الموضوع ده، بس انا بنجز يعني، بس حاجه بسيطه بس كده عشان يبقى ايه الموضوع كله ايه سهل. انا بقى هعمل شويه كده. تمام. بسم الله. الحلل الاستانلس اللي هي النوعيه دي ايدكم فيها على طول يا جماعه عشان ما تبوظلكوش الاكله. تمام اهو. انا بصراحه مخليها لسليق اللحمه والكلام ده يعني، وما بحبش اشوح فيها حاجه عشان ما تحرقهاش يعني. حتى لو هشوح ابقى واقفه جنبها، ما استناش ان هي مثلا تاخد فتره على النار مثلا، مش عارف ايه الكلام ده. تمام. انا هسلق بقى الكلام ده والرز بس يستوي، وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. بصوا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. كده الرز كده يعني زي ما بقولها كده ايه، خلاص ما عادش عايز ميه كده، ختم، ما عادش عايز ميه كده بقى. هسيبه هغطي كده واسيبه مع نفسه كده. انا هديت العين عليه. تمام. هنا المكرونه اهي، شايفينها طبعا اهي، دي المكرونه اهي. تمام. المكرونه دي بقى لها 7 دقايق. انا هاخدها اصفيها. تمام. بسم الله. وهنا معايا بقى الصلصه لسه بتتعمل على البوتاجاز اهي، لسه ايه بتتسبك. فانا هعمل حاجه حلوه دلوقتي. طبعا دي الطاسه اللي احنا عملنا فيها ايه، اللي احنا عملنا فيها البصل. تمام. هحطها على النار
عشان احمر فيها التومه بتاعه الايه الطماطم، واعمل لها طشه كده. بسم الله، احنا نرجع دي ورا كده. بسم الله. انا بخاف اصلا من النار دي، انا ممكن اعملها انا كده. بسم الله. انا عايزه اهديها شويه. بسم الله اهو. تمام. نروح حاطين دي خلاص كده. انا دقيت التوم فين اهو، دقيته. بحس ان هو له نفس كده، وبحس ان هو بيعمل طعم كده للاكل ما شاء الله. انا دقيته اهو، وهنزله في مش هجيب له اكتر من كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. واو. لا انا هعزمكم بقى يا جماعه على كشري مصري، ما عادش ينفع كلام. على فكره الطاسه دي مش عندي طقم، مش عندي طقم كامل، لا. انا كنت جايبه طقم في المحل واخدت منه الطاسه دي، بس بصراحه ندمت ان انا ما اخدتش الطقم كله، رغم ان هو طقم رخيص يعني، مش غالي، اكيد كلكم عارفينه يعني. لا هي ما شاء الله عليها حلوه قوي. خلاص بقى. بسم الله. شوف الرز تاني ما شاء الله، ما شاء الله. بصوا كنت عايزه اوريكم الرز ما شاء الله وجماله. لا هوريهولكم، اكيد انتوا شايفينه في الكاميرا اهو ما شاء الله. بصوا يا جماعه الحبايه مش لازقه في التانيه، بصوا ما شاء الله. وما كترتش له رز، وما تكتريش ميه للرز وانتي ناقعه الليمون، اللي هي الدقه بتاعته بقى، اللي هي الليمون بالشطه بالمش عارف ايه بالكلام ده. حطيت حوالي 6 ليمونات. تمام. وكمان حطيت عليهم حوالي 3 معالق خل، وشويه بهارات، وكمان شويه كمون كده احنا بنحبه يعني، وشويه ملح. تمام. ده انا مش ما تكتروش منه، عشان طبعا الخل غلط على المعده. تمام. وخلاص كده الرز بسم الله ما شاء الله ختم اهو. ماشي. وكمان المكرونه بتاعتنا. وكده خلاص انا كده غرفت الكشري على الاكل بقى خلاص كده. تمام. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.